الوصفة اليوم جزائرية 100%، ما على باليش على يسموها باسم بلد آخر. قولوا لي في التعليقات انتم إلا تعرفوا علاش. هي يحضروها في المناسبات كما المولود كما يناير وكما مناسبات أخرى. أروحوا نديروها مع بعض. كيما شفتوا كنت حكمت 500 غرام تاع سميد يكون موين، نحمصو على النار حتى تولي لاكولور تاعو دوغي بلا ما نحرقو. ومن بعد عندي لهنا 500 غرام تاع الغرس كنت نقيته، نضيف عليه 200 غرام تاع لا مارغرين. انا ندير مارغرين ديما، هي اللي نعتمد عليها في حلوياتي في طيابي على خاطر بنينه وما فيهاش هذاك لو تاع المارغرين القطعه تجي اون ديري الزبده. ومن بعد نعجن الملح الغرس هذاك مع لا مارغرين حتى يولي عندي عجين طري. ونولي السميد ديالي بعد ما كنت حمصته ولات لاكولور تاعو دوري، قلت لكم بالك وتحرقوه، نضيفو على الخليط هدايا ونبدا نخلط. مع الاول خلطوه بالمغرفه على خاطر راح يكون سخون يحرقكم، ما تقدروش تمسوه بيدكم. ومن بعد نبداو تعجنوا بيدكم حتى تولي عندكم عجينه طريه متماسكه. ومن بعد نبداو نشكلوا في الكعبوش تاعنا ولا الرفيستونسي، كل واحد كيف يقولوا، هو المعروف برفيستونسي. قلت لكم ما على باليش على يقولوا له الرفيستونسي، هو جزائري. قولوا لي في التعليقات نتوما الا تعرفوا علاش. من بعد نروحوا للتشكيل ديالو اللي هو ساهل وكل واحد كيف يديرو. كاين اللي يديروها كمربع كبير ويقطعوا على معينات، كاين اللي يديرو مدور كيما راني حندير هذا المول تاع المعمول. درت له ساشي كما شفتوا باش ما يلصقليش داخل المول، ونبدا نشكل في الحبات تاع الرفيس تاعي حتى نكمل كامل الكميه هذه اللي عندي. وهاي ديك النتيجه كيف جاني هايل الشباب الطري. دوك نقطع معكم حبه تشوفوها كيف جات طريه لداخل، وراح يقعد لكم الطري الاطول مده. مديت لكم المقادير المضبوطه ديالو، هكا يجيكم طري. جربوه وقولوا لي في التعليقات علاه يسموه رفيس.